كتبدا القصه بواحد اللقطه هادئه. البطل ديالنا ادوين شاب صيني وعايش في اندونيسيا، جالس كيرسم بكل هدوء. واحد اللحظه كيجي عنده صاحبه مرتبك وفي يدو رساله حب وكيطلب منه يوصلها لسيلفي البنت اللي كيبغيها. ادوين كيتردد شويه وكيقول ليه وتوصليها ليها انت براسك شويه وهي تجي سيلفي وكتسولو مالكم. ادوين كيخبرها بموضوع الرساله وهي كتضحك على صاحبها وكتقول ليه راك قديم بزاف، كون جيتي هضرتي معايا مباشره كان غيكون احسن. هاد اللحظه البريئه كانت هي اخر لحظه ديال الهدوء قبل ما تنوض العاصفه. استاذ كيدخل القسم وكيعلمهم باللي الدراسه تلغات اليوم حيت الشارع مقلوب بسبب اعمال شغب عنيفه بين الاندونيسيين والصينيين، كلشي خاصو يرجع لدارو دغيا. ادوين وسيلفي بجوجهم من اصول صينيه كيجريو باش يلقاو فين يهربوا. واحد من اصدقائهم كيعرض عليهم يوصلهم ولكن سيلفي كترفض وكتقرر تركب في الحافله مع ادوين باش تحميه. واحد اللحظه كيتهجموا عليهم بعض مثير الشغب، كيسحبوا من الحافله وكيدوم لواحد المكان خاوي. صاحبهم حاول يدافع عليهم ولكن هدوه بالقتل وهرب. ادوين حاول يحمي سيلفي ولكن ضربوه حتى فقد الوعي. ملي فاق لقى سيلفي تعرضات للاغتصاب وهربات، قلب عليها في كل بلاصه ولكن ما لقاهاش. رجع لدارهم باش يطلب المساعده ولكنه لقى الدار مدمره ووالديه مقتولين. كدوز 17 عام والاوضاع بين الاندونيسيين والصينيين مازال متوتره. ادوين كبر هو عايش في خوف، ديما مخبي وجهه بكابيتشون. في واحد النهار كيشوف المظاهرات وكيعرف ان الامور غدا وكتصعب. كيقرر يمشي لاخطر مدرسه في اندونيسيا، مدرسه تورنا اللي معروفه بالطلاب والمشاغبين والعنصريين، وكيقدم طلب باش يولي استاذ تماك. المدير تردد في الاول حيت ادوين صيني ولكن في الاخير قبلوا حذروا باللي المهمه ما غتكون سهله. ادوين كيدخل القسم ديالو وكيتصدم من منظر الطلاب والعسير اللي هازين. كيحاول يلقي التحيه ولكن حتى واحد ما كيديها فيه. كيعاود مره اخرى نفس التجاهل. واحد اللحظه كيعرفهم على راسو ولكن كيبداو يتنمروا عليه. واحد طالب سميتو شيف زعيم العصابه كيبدا يستفز ادوين بهدوء وثقه. كيجاوبوا انا كنعرف نتعامل مع اللي بحالك مزيان، ديما معصب حيت والديك ما كيبغيوش. شيف كيتوتر حيت كلام ادوين صحيح. ادوين كيكمل الدرس ولكن كيتعرض لمضايقات اخرى. كيحاول يشد اعصابه ويكمل المهمه اللي جا عليه ودها. في نهايه الحصه كتجي عند استاذه جديده سميتها ديانا وكتقول ليه بلي الاداره قاطعه على الانترنت باش الطلاب ما يغشوش. في الليل ادوين كيمشي لواحد البار في الحي الصيني باش ينسى همومه. تما كيتلاقى مع كريستو واحد من التلاميذ ديالو، كيتعرض للضرب من طرف شباب اخرين. ادوين كيتدخل باش يدافع عليه وملي كيشوفوه واثق من نفسه كيخافوا وكيهربوا. ادوين كيكتشف ان كريستو طالب عنده في القسم. كنرجعوا بالزمن الماضي وكنعرفوا ان سيلفي البنت اللي اغتصبات هي اللي ربات ادوين من بعد موت والد. قبل ما تموت طلبت منه يقلب على ولدها اللي خلاته فاش تزاد، والمعلومه الوحيده اللي عندها هي انه طالب في مدرسه تورنا، وهذه هي المهمه الحقيقيه ديال ادوين. في القسم شيف كيتعصب ملي عرف باللي كريستو تضرب وكيوعد صحابه باللي غادي ينتقم ليه. ادوين كيطلب من التلاميذ ديالو يرسموا كيعجبوا الرسم ديال كريستو حيت كيفكروا في راسو فاش كان صغير. كيطلب من كريستو يبقى معاه من بعد الحصه ولكن كريستو كيرفض. الامور كتزيد تعقد. شيف والعصابه ديالو كيخطوا الهجوم كبير على المدرسه. في نفس الوقت ديانا كتعرض على ادوين يمشيو للبار. تما كيعاود لها انه كيقلب على شي شخص. الاخبار في التلفازه كتحذر بان الاشتباكات في المدينه وصلت لدرجه خطيره. ملي كانوا راجعين شيف وصحابه كيتهجموا على ادوين وكيضربوه بموس في رجلو. في اليوم التالي مدير المدرسه كيعيط على شيف وكيكتشف العلامه ديال الضربه في الجسم ديالو وكيجري عليه من المدرسه. عصابه شيف كتقرر تحتج على الطرد ديالو. ادوين كيطلب من كريستو يجي للمدرسه في الويكاند باش يعاونوا يعلق اللوحات ديالو وكريستو كيوافق بشرط يجيب مع صحابه. في نفس الوقت شيف والعصابه ديالو كيستعدوا باش يقتحموا المدرسه وينتقموا. واحد اللحظه الاشتباكات كتزيد في المدرسه والامن كينسحب من المنطقه. شيف كيعتبرها اللحظه المناسبه وكيقتحم المدرسه مع العصابه ديالو. صاحب كريستو كيشوفهم كيمشي يحضرهم. ادوين وديانا وكريستو وصاحبه كيهربوا لسطح المدرسه ولكن كيلقاو الباب مسدود. شيف والعصابه ديالو كيحاصرهم. ادوين كيحاول يهدئ الوضع ولكن كريستو كيفاجئو وكيقول ليه باللي شيف هو اللي اغتصب سيلفي قبل 17 عام. ادوين كيتصدم. الاحداث كتطور بسرعه. شيف كيقتل ولد واحد من اصحاب كريستو اللي كان محتاج معاهم. ادوين كيعترف لديانا بالسبب الحقيقي لوجوده في المدرسه وانه شاك ان كريستو هو ولد سيلفي، خصوصا انه موهوب في الرسم بحال عائلتهم. ادوين كيلقى واحد المخرج سري وكيقدر يهرب هو وديانا وكريستو ولكن المواجهه الاخيره بين ادوين وشيف كانت حتميه. وسط الفوضى والاشتباكات اللي وصلت للمدرسه ادوين كيكتشف الحقيقه المره. شيف العدو ديالو الودود هو في الحقيقه ولد سيلفي الابن اللي كان كيقلب عليه طول هاد السنين. في اللحظه ديال الصدمه والندم ادوين كينهار وفي نهايه الفيلم كنتفاجئوا بواحد المفاجاه اخرى. الشاب الاندونيسي اللي انقذ ادوين من الشغب هو نفس صاحبه القديم اللي كان بغى يوصل رساله حب لسيلفي في بدايه الفيلم. الفيلم ديالنا كينتهي بجمله مؤثره. هذه القصه خياليه لكنها مبنيه على احداث حقيقيه. اشتباكات قويه وقعت بين الاندونيسيين والصينيين في التسعينات. حتى هنا كتنتهي القصه ديالنا. دوزوا بخير والسلام عليكم.